فرحة يوم العيد. مشاهدينا، فيلم ماي وورد فيلم روائي طويل للمخرج محمود يحيى الشيخ، يشارك بعرض عالمي أول كامل العدد بمهرجان مسقط السينمائي الدولي بسلطنة عمان في دورته 11. ماي وورد من إنتاج شركة فريم بوكس للإنتاج الفني والمنتج حسان الشيخ، توزيع ماد سولوشنز، وإخراج محمود الشيخ، ويشارك التأليف محمد عتيق وتصوير محمد عتيق أيضا، ومونتاج محمد أحمد ومحمود عتيق. مساعدين الإخراج غدير محمد وأحمد عبد الحسين، وبطولة مريم زيمان، جمعان الرويعي، يحيى عبد الرسول، وحسين عبد العلي، دانا السالم، ريم ونوس، نورة عيد، زهراء سلطان، وضيوف الشرف عقيل الماجد وبرفين وصادق عبد الرضا وعلي يحيى. أكيد يا جماعة احنا ما بنطول على مشاهدينا، أكيد نرحب بنجوم فيلم ماي وورد الفنان القدير يحيى عبد الرسول، والفنان القدير أيضا جمعان الرويعي، والفنانة الشابة صاعدة دانا السالم. صبحكم الله بالخير ونورتونا. كل عام وانتم بخير. صبحكم الله بالنور، وعيد عليكم مبارك إن شاء الله. ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. يعني ما شاء الله فيلم ماي وورد لقى صدى واسع، وخصوصا في هذه الأيام. نبي نتكلم عن استعداداتكم لهذا الفيلم، شلون كانت من بداية استلامكم للنص لين النهاية؟ ابتدي معك أستاذ. أولا الفيلم هذا طبعا احنا بدينا البروفات يمكن قبل التصوير يمكن في حدود تقريبا سنة وشيء. نعم ما شاء الله. اي ويمكن انتقلنا من أكثر من موقع حق البروفات. طبعا هاي الفترة هذه حصلت فيها ظروف، يمكن يعني كان المفروض يتصور قبل هاي الموعد اللي احنا صورناه، بس في ظروف حصلت. ولكن يعني لما بدينا التصوير لا هني بدا يعني احنا كلنا تشجعنا للعمل وحبينا العمل. الجروب اللي كانوا موجودين في الفيلم جدا جميلين يعني، فاكيد احنا ننتظر ان شاء الله هاي المشاركات وننتظر النتائج الفيلم في المهرجان. واحنا ايضا ننتظر مثل هذه الاعمال الجميله اللي تلاقي استحسان الجمهور اكيد. طيب يعني احنا بنشوف بوستر مخرجنا وبنعلق عليه ايضا لهذا الفيلم الجميل. هذه الصورة ماي وورد، حكوا استاذ جمعان عن هذه الصورة. يعني صورة فيها طابع من خلينا نقول تراثنا البحريني. نعم طبعا هذا هو البوستر الرسمي لفيلم ماي وورد، ويمكن يعبر عن هدف او القصة اللي احنا نتكلم عنها أو البيئة، أكيد مرتبطة بالتراث والعادات والتقاليد. صحيح. ويمكن يرجعنا حق القرية البسيطة. يمكن هذه عادات من واتريمبو وكذا، ففي إحدى قرى البحرين تحصل هذه المواقف بين هذه العائلة اللي نشوفهم خلال الفيلم، سواء كان من الجد ولا البنت ولا الولد ولا الأخت ولا مجموعة قضايا اجتماعية نحاول نتطرق لها بأسلوب يمكن صاغة محمد عتيق ويا محمود الشيخ بصورة جميلة. ويمكن أضيف على الأستاذ يحيى عبد الرسول، نحن يمكن خذينا يمكن ما يقارب الثلاث سنوات أيضا في كنص، يمكن يجاوب مجموعة، يمكن الأستاذ يحيى بعد مجموعة بعد، لكن في بداياتنا يمكن حتى دخلنا ايام كورونا، يمكن ما قبل كورونا احنا كنا ما شاء الله. نعم، فكانت في بروفات نلتقي مثلا في بين فتره وفتره بشكل اسبوعي يومي نقرا. كانت في مراحل للفيلم، يمكن كان في اللي هو نسميه فيرجن 1 فيرجن 2، عده مراحل تطور في الفيلم الى ان وصلنا للنسخه الاخيريه. وصارت البروفات الحقيقيه مثل ما قال يمكن من سنه ونص ابتدينا نلتقي مع بعض، نقرا، نتناقش في الشخصيات، نعرف وجهة نظر المخرج وشنو يبغي منا. والحمد لله اعتقد يعني هذه البروفات فادت فينا ان احنا لما دخلنا لوكيشن التصوير كنتوا فاهمين كل شيء، الكل في شخصيته، الكل فاهم ايش قاعد يسوي، وين دوره، شنو المشهد اللي بيسويه. فتجربة يعني فيلم ماي وورد تجربة جميلة، اتمنى ان هي تنال اعجاب الجمهور باذن الله. أكيد. باذن الله. يعني دانا احنا نبي نعرف استعداداتك لفيلم ماي وورد، يعني
سنة ونص من التحضيرات والاجتماعات والمناقشات، فكيف كانت الاستعدادات من ناحيتك؟ طبعا الاستعدادات من ناحيتي كانت استعدادات فيها حماس وايد، غير عن اني انا قاعده اجتمع مع كل لجنز البحرين مره اخرى. أنا يعني سبق اني اجتمعت مع نجومنا قبل، وهذه رجعه حلوه في فيلم روائي طويل بحريني. طبعا مشتاقين ومتعطشين لتصوير افلام سينمائيه روائيه طويله، فهذه ستيب كبير. واصلا الاقبال على اعداد الكاركتر في فيتشر فيلم غير عن اعداد الكاركتر في التلفزيون، غير عن اعداد الكاركتر في المسرح، كل واحد له طعمه الخاص فيه. وكاركتر عادي نقول اسم كاركتر؟ قولي احنا نحب الترندات تكون عندنا. سامحنا يا ابو مريم. طبعا كاركتر فاطمه كاركتر بسيط وجميل، واتمنى ان وايد بحرينيات يشوفون نفسهم فيه. لعبتها بطريقه شويه غير عن باقي ادواري، لكنها وايد كانت قريبه على قلبي. صدق انها عكسي في وايد امور، لكن كثر ما قدرت استخدمت الكاركتر والميثود اكتنج. هذا الكاركتر الشخصيه موجوده على الشاشه. عكسي بس هي مني، يعني هي موجوده شخصية مريم. شخصية مريم. نعم. لا فاطمة. مريم في خيوط المعازيم بس. يقول مركزة. بس فاطمة حبيبة جدا. فاطمة قصتها قصة وايد بنات، مو بشرط بحرينيات، وايد بنات خليجيات وعربيات. فاطمة خلني ما احرقها. انا متحمسه لكل البحرين يشوفون هالفيلم اكثر من المهرجانات الصراحه، لانها قصه بحرينيه بحت. يعني صدق انه ممكن يعني تحصل في اي مكان، لكن هي حق البحرين. انا احس ان ماي ورد فيها ريحه البحرين. وماي ورد احسه شويه كانها هديه للبحرين. حلو. اكيد كلنا بانتظار هذه العمل. يعني احنا من شوي تكلمنا عن التدريبات اللي صارت، ان كانت سنه ونص او حتى 3 سنوات. هل ممكن نقدر نقول ان هذه المده اثرت على نضج الشخصيات عند كل واحد فيكم؟ فهمتوا الشخصيه اكثر، اديتوها بشكل افضل لان كانت مده التدريبات اطول؟ نبتدي معك استاذ يحيى. هو شوفي هاي الفتره هذه طبعا هي يعني في وقتها كانت ممله الفتره الطويله هذه، بس لكن احنا استفدنا منها في ايام التصوير. حلو. لان خلقت لنا جو، يعني كنا يعني عائله، مو بعائله تمثيل، يعني عائله صجيه. يعني اليد موجود، طبعا الابو الولد توفى، ابن الولد موجود، مرت الولد فكان يعني شخصيه الجد موجوده على الشاشه. جميل. فحبينا الفيلم. يعني صح الفتره طويله، لكن لما دشينا في التصوير وبدأت التصوير لا اندمجنا كلنا مع بعضنا البعض. ولهذا يعني اذا في نجاح للفيلم، انا اتوقع ان يعني المجموعه هذه هي سبب من اسباب النجاح. اكيد فريق العمل دائما يكون له الدور الكبير. انا بس ابي اضيف شيء على شغله البوستر. تفضل. البوستر انا افهمه ان هذا الموروث اللي كان موجود وتريمبو هذه، كنا يذكر الاجيال اللي جايه ان هذا اختفى. صحيح. احنا نحاول ان احنا نعيده ونحييه ان هذا الموروث، يعني طبعا موروث حلو، يعني هذا لازم يرجع. هذا ترى ما في نادرا ما في تحصل. تكلفه، ما في مصاريف، ما في، بس جدا جدا حلو. حلو. ممتاز. بالنسبة لك أستاذ، شلون أثرت هذه الفترة التدريبات على شخصيتك؟ أكيد، خصوصا في السينما يعني تحتاج أنت وقت طويل أو متسع أن أنت تدرس الشخصية أكثر، تقعد مع المخرج تفهم وجهة نظره، أنت تقول وجهة نظرك، تبتدي أنت تكون الشخصية في هذه الفترة. يعني على سبيل المثال عندنا يمكن جربت، عندي أول تجربة سينمائية، يمكن عندي تجارب أفلام قصيرة، يمكن خلينا نقول فيلم حكاية بحرينية يعني. نعم. يمكن كان من التسعينات، كان الله يرحمه فريد رمضان كاكا والأستاذ بسام الدواري يحاول أنه هو ينتجه. تم إنتاجه يمكن سنة 2004. فأيضا دخلنا في تجربة ثانية، يمكن دخلت الشجرة النائمة. أيضا الشجرة النائمة خذ فيها فترة يمكن من 3 سنوات وإحنا نعد لها والشخصية وأقراها وابتدي أتناقش مع المخرج إلى أن نصل يوم التنفيذ
فكل هذه الفتره الحين هني انت لازم تطبق شنو رسمت الشخصيه، شنو اهداف الشخصيه، شلون تتعامل مرحله التنفيذ. ففعلا الفتره هذه الطويله مهمه. مو ان في افلام مثلا والله في اسبوع يلا تعال عندنا كذا كذا جاهز وتعال مثل بشيء سريع وانتهى هذه الموضوع. إيه يعني صعبه، يمكن مو اي احد يقدر يسويها، لكن صحيح. على شكل احترافي ممكن انت تستعين بنجم وكذا يسوي لك اياه في اسبوع، ولكن يفضل ان تكون فتره تاخذ وقتك، طويله، تاخذ تاخذ وقتك. كفايه التجربه. احنا قاعدين نشوف البوستر على الشاشه ويبين كنا احنا نبي نعرف عصبية. شخصيتك في بوستر وفي الفيلم شنو كانت يعني. يعني يبين انه شخصية شخص شوي شرير. عصبي يعني شرير. شوي شوي يعني شرير ومعقد يعني. عكس ابو صالح تماما، عكس ابو صالح تماما. شخص شوي واحد يعني نقول نقدر نطلق عليه احنا في يعني بلهجتنا الدارجه واحد نحيس. يعني دائما مناحس معاه يده، ويكون طبعا مع ابو الكل محمود في البيت. يده يكون بس مو مخلي احد في حاله. تعرفين اللي يبي يفرض نفسه على شخصيات البيت وانه هو يكون رجل البيت. فمن خلال هذه الشخصيه فعلا يعني تجربه جميله، شخصيه جديده على ايضا المشاهد والجماهير، خصوصا ان انا راح اتكلم مو بلهجتي، راح اتكلم باللهجه القرويه. حلو. فجمعان رويعي ما شافوه من قبل، يمكن في لهجه أول مرة. قرويه يتكلم. نعم يمكن سويتها من قبل، تذكر لما كنت في نادي بوري لما سوينا مسرحيه اسمها مختار المخاتير. مختار المخاتير هذه بس يعني نهايه الثمانينات اتذكر سويت دور شيبه، ولكن كسينما طبعا مثل ما قالت دانا يختلف تكنيك المسرح عن التلفزيون عن السينما، عالم ثاني، تكنيك مختلف. يعني انت توصل لدرجه ان طبيعيا ان المتلقي لازم يحس فيك ان انت هذه الشخصيه صدق، انت ما تقعد تكذب على المشاهد او المتفرج. فشخصيه عباس الله يستر. الله يستر. مفاجئين للجمهور، والله تحمسنا احنا من كلامه الصراحه. بالنسبه لك دانا خلينا ننتقل لك ونعرف شلون اثرت فتره التدريبات على ظهورك انت كشخصيه في هذه الفيلم. طبعا فترة التدريبات في كل عمل مهمة جدا، لأن وايد تسلم كرامك الله أخوي. فترة التدريبات مهمة جدا في كل عمل، لأن كثر ما نتعمق أكثر في الشخصية كثر ما نشوف تفاصيل ممكن فاتتنا، وكثر ما نعيد المشاهد نشوف يعني أحاسيس ممكن فاتتنا. فبالعكس كل ما في مدة تجهيز أكثر بيكون استعداد أكثر. بس صراحة مع كل يعني بكل صراحة إنه ما تفرق وايد، لأن كثر ما تعمقنا في الناس حتى باللوكيشن ومع الاكشن يتغير كل شيء احيانا. كل شيء صحيح. يعني بضيف طبعا بضيف شغله يعني فضل. يمكن زاد فضل فيلم الشجره النائمه يمكن استلمت النص قبل 4 شهور من التصوير، وكان في بروفات مع المخرج محمد بو علي الله يعطيه العافيه. دائما كان في نقاش، فكنت 3 شهور هذه حضرت نفسي طول الفترة هذه إلى أن أصل للشخصية أو معالم الشخصية أو أن التصوير. يعني التجربة كانت مهمة بالنسبة لي، أن قلت يلا جمعان هني قط ثقلك في هذه الشغلة، حاول تدخل العالم اللي مفروض احنا ندخله كممثلين ويصير طبيعي. بس أنا هيأت لي للظروف لدرجة أني وصلت في مراحل أيام التصوير يقول لي المخرج احنا كنا نناديك جمعان ما تلتفت، لما نقول لك جاسم تلتفت على طول. عندك جمعان اي ما تسمع، اقول لك جاسم على طول تنتبه. لما وصلت لهذه المرحله. طيب انا يعني سؤال من خلال حديثك استاذ جمعان، في ممثلين صعب ان هم يفصلون بين الشخصيه اللي هم متعمقين او مجسدين دورها وبين حياتهم الواقعيه. يعني فعلا هذا الشيء صعب، خصوصا لما الممثل يحب الشخصيه ويعطي بالضبط من ويكون قلبه صادق فيها ويعطي، لان هذه انت استنزاف لمشاعرك الحقيقيه، انت قاعد تحطها في موقف انت في حياتك العاديه ما يصير عندي انا هذه الشغله، بس انت تستنزف جهد ومشاعر وطاقه من خلالك انت. فهذه العمليه او الشخصيه لما انت تكون متقمص هذه الشخصيه، انت تبتدي هذه كانها مكتسبات تصير فيك انت كشخصيه طبيعيه في الحياه.
من كثر ما انت تتقمص للشخصيه تبتدي تاثر عليك. يعني خلينا نتكلم عن سعدون، في اشياء اثرت عليه وصلت معاه وغصبا عني لان الجمهور حطوها فيني. اثرت على الجمهور، يعني احنا نسميك سعدون على فكره. بالضبط. في ناس ما يعرفون جمعان يعرفون سعدون بالضبط. فهذه الامور يعني نوصل لمرحله ان انت تبتدي تتقمص. حتى لما خلصت الفيلم اشوف روحي انا يعني في السياره امشي قاعد اقول خلاص خلصت بس خلاص الحوار فجاه يطلع بالضبط، يطلع الحوار تحس ان انت الشخصيه. فلذلك يمكن في برا يعني في اوروبا والنجوم او المصانع مثلا السينما برا، الممثل لما يخلص من تصوير الفيلم اخر المشاهد على طول عنده موعد مع طبيب نفساني علشان يرجع للشخصيه اللي كانت هو الطبيعي، يرجع جمعان بالضبط. ايوه لان العقل الباطني سجل خلاص يسجل. اللي حصل شوفي هاي الفتره اللي هي سنه ونص، يعني انا واحد كنت اراهن على جمعان بالنسبه حق اللهجه. تعرف يعني اللهجه القرويه اللهجه. هو كان جمعان نعرف احنا متمكن واسمه، بس لما ادى الشخصيه اثناء التصوير لا يعني احنا اختلف ويانا. اي للامانه اقنعني، وانا قلت اي صدق هذه اللهجه القرويه. حتى يمكن المشاهد لما يشوف الفيلم لا بيقول هذا مو جمعان، هذا هذا عباس. فأدخل الشخصية احنا في وسط المشهد ومصدومين. نعم. طيب انا كل ما قاعدين يتكلمون عن العمل قاعد يزيدنا حماس ان احنا نشوفه. ودنا اكيد طبعا. وهو من شوي يعني استاذ يحيى ذكرت انه العمل بيكون متميز لأن فريق العمل وإحنا كنا أسرة واحدة. تكلمتوا عن شخصياتكم، خلينا نتكلم عن الشخصيات الأخرى اللي في المشاركة في الفيلم. مريم زيمان مثلا. نعم. والله مبدر احنا كنا نتمنى ان تكون موجوده وياها. والله نتمنى كلنا يكونوا موجودين الى ظروفها الصحيه. طبعا هي للامانه عانت في البدايه من بعض الكلمات او بعض الجمل كانت صعبه عليها، لكن الحمد لله في النهايه تمكنت من هذه. حلو. بالاضافه الى البقيه فاطمه عيد، برفين طبعا اللهجه تختلف عن هذه، لكن اتقنت الشخصيه هذه. ولهذا كلنا الحمد لله يعني الفتره هذه انا اقول لك يمكن 10 ايام تصوير، 10 الى 11 يوم تصوير. حلو. لا هذه اندمجنا مع بعضنا البعض بشكل مو طبيعي يعني. ولهذا ما كان في حواجز، ما كان يعني الحوارات تلقائيه. ممكن انا ويا اروح بس ويا جمعان نتفق على كلمات وعلى مشهد وذي ونصور. يعني ما في ان لا هذه لا تقولون ذي اسمه. لا في تفاهم. هذه الميزه اللي كانت موجوده في العالم. احنا نبي نتكلم عن البوستر اللي حق ممثلتنا القديره. حدثونا عن دورها في هذا الفيلم الجميل ماي ورد. تكلمين دار انت؟ هي الأم، هي المرأة المكافحة اللي تحب عيالها. أنا قاعدة أحاول كثر ما أقدر ما أحرق ما نفتح. أيوة. ما نفتح. بس أستاذتنا وفنانتنا القديرة سوت دور صحيح صعب. نعم. يبين من الصورة يعني. الصورة تعبر. بالضبط. دائما هي أصلا محور الفيلم يعني محور الفيلم لا لازم تشوفونه. ضروري احنا نشوفه. لكن استوقفني من خلال حديثكم الكريم جميعكم انه يعني وقت التصوير كان غير. يعني ذكرت استاذ يحيى انه يعني ساعات انت مع استاذ جمعان تروحون على صوب وتتفقون على بعض الامور. هل يعني اللي اتفقتوا عليه مثلا كان مجرد موجود على الناس، ام وقت التصوير صار في امور ارتجاليه، امور خارجه عن الناس؟ حصلت يعني هذه الامور كثير ما تحصل لما يكون في تفاهم وتواصل بين المجموعه نفسها. خلاص تبتدي الافكار تكون متصله ببعضها بعض. لما يقول لي الاستاذ ملاحظه معينه يقول لي هني كذي بارد عليك كذا، طبعا نستاذن في الاخير، لازم الامر الاخير حق المخرج. يعني لازم يكون على علم ودرايه. فبالعكس صارت ارتجالات ايام ما كنا نصور، لان احنا هني في موقع العمل خلاص التنفيذ، مرحله التنفيذ وانتم فاهمين سنه ونص خلاص بالضبط في علاقه وفاهمين كل واحد شخصيته. فهني والله بقول لك كذا انت بترد علي كذا اضافات بسيطه يعني بحيث ان هي ما تشوه المشهد. ابو صالح اوقات الارتجال احنا اللي كنا نقدمه في الفيلم
مو عشوائي، نعم. هو الارتجال الى مصلحه الفيلم، نعم. حلو. اضافه الى الفيلم. نعم نعم. فكان هاي الارتجال او الاتفاق وذي يعني في شغلات صارت يعني ما كانت موجوده في النص، صح. بالضبط صح. ما كانت موجوده لا، في النص، بس التنفيذ تخدم الفيلم وتضيف له. وتضيف. نعم. أكيد. نعم. هاي بعد الصراحة لأن مخرجنا أعطانا المساحة إن احنا نلعب، يعني ممكن مخرج يعطي، بس مخرجنا الحمد لله كان عنده الإيمان إن احنا نقدر، وفعلنا وارتجلنا، والحمد لله إن كل حد ارتجل في كاركتره تفاصيل صغيرة بس كانت تبين. وتعطي لمسات تعطي لمسات. للمشهد. هذه أهم شيء. وطبعا يعني ما ننسى الفنانين الباقيين اللي كانوا ويانا. أكيد عندنا أستاذ طاقات. حسين عبد العالي مخرج وممثل رائع نعم. بحريني. نعم. يصير شخصية أخوي، إيه. هذاك العكس. أخونا. العكس أخونا. وفي نجمة صغيرة نعم. من أجمل النجمات الصاعدات زهرة. البحرينيات، زهرة زهرة. السلطان تصير شخصية بنتي. هي مريم، هي مريم، هي مريم الصغيرة هي يعني. مريم. بالضبط. إيه. لازم لا تتابعوا في الفيلم الكل يعني، تشوفون. في صادق موجود، إن شاء الله. صادق. عقيل ماجد. ما شاء الله، عقيل ماجد، مجموعة إن شاء الله وجوه جديدة راح تشوفونها إن شاء الله بشكل ثاني مختلف. باذن الله. اكيد احنا كلنا نترقب يعني ان احنا نشوف هذه العمل. ابي اتكلم معاكم عن الاصداء الايجابيه لعرض الفيلم في اللي هو مهرجان مسقط السينمائي الدولي. هل انتم كنتوا حاطين في بالكم، توقعتوا انه راح يكون في اصداء ايجابيه؟ اكيد انتم ما اشتغلتوا على هذه العمل الا انتم عارفين انه راح ينجح، بس نجاح عن نجاح يفرق، فكلموني عن هذه احنا النقطة. مؤمنين بالفكرة، ايه يعني من بداية القراءة والتعرف على الناس وكذا كنا مؤمنين من خلال البروفات ان احنا عندنا هدف ان نطلع بعمل متميز يلاقي اصداء طيبة عند سواء المتفرج او حتى النقاد او المهرجانات، ان بحيث ان احنا نعادل المسألة، ما يكون والله لمهرجانات فقط، لا حتى المتفرج العادي بامكانه انه هو يشوف. حلو. فردات الفعل للحين يمكن احنا ما عشناها، يمكن مخرجنا محمود الشيخ هو عاشها في تجربة مسقط. صحيح. عرض في مسقط المهرجان الأخيري، فاحنا ان شاء الله في المستقبل راح نشوف ردات الفعل باذن الله. اكيد. طبعا يمكن في مهرجانات مهمه، راح يكون في مهرجان الخليج السينمائي قريبا. نعم. بيكون تاريخ 14 لتاريخ 19 دول مجلس التعاون الخليجي. صحيح. وايضا في مهرجانات اخرى، مثلا مهرجان اثراء لمهرجان ايام الافلام السعوديه باذن الله، فهني واكيد طبعا بنكون حضور لافتتاح الفيلم ان شاء الله. ساعتها بنعرف. لكن اللي يهمنا اكثر احنا عرض الفيلم للجمهور. صح. هني نبغي هاي أهم شيء. هذه اهم شيء يعني. أهم واحد. يعني شرف لنا ان احنا نشارك في مهرجانات كبيره مثل المهرجان الخليجي او اثراء، وان نكون من ضمن المسابقه الرسميه، هذه بروحها فوز ان أكيد، تختاروا صحيح. فيلمك للمسابقه الرسميه. لكن احنا رده الفعل اللي احنا نتحمس لها وننتظرها الجمهور. اكيد اكيد نشوف إن شاء الله هذه اهم شيء، بإذن والجمهور الله. هو اللي يحكم، ودائما أكيد. الجمهور أكيد. صادق أكيد. في حكمه. طيب انت ذكرت المهرجانات، نعم. وانا بتكلم عن المهرجانات، يعني تمثيلكم البحرين في هذه المهرجانات الكبيرة أكيد يعني لكم الكثير، وعرض فيلم ماي وورد في هذه المهرجانات أكيد شيء جدا جميل ويعطيكم دافع للاستمرارية والنجاح. فحدثوني عن مشاركتكم في هذه المهرجانات وتمثيل مملكة البحرين. يعني هيئة الثقافة هي اللي اختارت فيلم ماي وورد. اختارت فيلم ماي وورد، نعم، انه يمثل مملكة البحرين في صحيح، المهرجان. فهاي شيء جدا جميل ويعني يدعو للفخر. نعم الحمد لله الحمد لله. فحدثنا أستاذ يحيى. شوفي، اول شيء تم الاختيار على اساس يعني مو بشكل عشوائي. نعم. يعني الثقافه لما اختارت الفيلم مو بشكل عشوائي، اختارته على اساس ان هذا الفيلم راح يمثل مملكه البحرين في المهرجان الخليجي. صحيح، شيء جدا جميل. نعم. طبعا هذا احنا يعني يخلينا يخلينا دائما على اساس ان احنا نشوف النتائج من بعد المشاركات. نعم نعم. احنا متوقعين يعني الفنان البحريني بصفه عامه يعني متميز، يعني لا هي مجاملتين ولا هذه، متميزين. نعم. في اكثر في كل المجالات يعني. صح. نعم نعم. فاكيد هذا الفيلم راح يعطي انطباع عن البيئه البحرينيه، عن نعم. العائله البحرينيه، وهي قريبه حق العائله الخليجيه بالذات يعني. نعم. صحيح. نعم. فاكيد احنا الكل يتمنى، اكيد كل الفنانين البحرينيين يتمنون ان هذا الفيلم البحريني يلاقي نجاح، يحقق نتيجه في المهرجان الخليجي،
اللي احنا ان شاء الله نفتخر فيه. باذن الله الله يسمع منك. اكيد. باذن الله باذن الله. يعني حدثونا عن شعوركم. وعلى فكره يعني الحمد لله يعني الشباب البحرينيين خصوصا في مجال السينما، سواء افلام روائيه قصيره، افلام روائيه طويله، دائما يمثلون البحرين خارج البحرين طبعا في مهرجانات سواء كانت خليجيه او عربيه او حتى على مستوى الوطن العربي، دائما ما يتركون بصمه، دائما ما يتركون سمعه طيبه، صحيح. دائما ما يسوون في المهرجان سحر خاص بهذه العرض دائما. هذا يعني هو البحرين. نعم هذا هو البحرين. فان شاء الله ان شاء الله نكون قدهم ان شاء الله. هاي اصلا دافع حق كل الصناع الشباب بعد ان احنا نشد حيلنا ونسوي اكثر، لان اذا قدرنا نسوي ماي وورد نقدر نسوي غيره. نعم. باذن أكيد. الله إن شاء باذن الله. الله. احنا نترقب. إن شاء دائما الله. دائما البحرين يقدها، احنا دائما نقول ان البحرين يقدها ودائما له بصمه مميزه في كل المحافل. خلونا شوي نتكلم، من شوي ذكرتوا ان انتم شغوفين بان انتم تشوفون الجمهور البحريني شنو رده فعله لما يشوفها ان شاء الله في السينما. ليش في تردد الى حضور الافلام الخليجيه في السينما بشكل عام؟ ويعني شلون ممكن ان احنا نقدر نستقطب الجمهور، نخليهم يحضرون مثل هذه الافلام الخليجيه؟ لا هي شوف هي الحين في هذا الوقت ان الفيلم لازم يحقق يعني اتوقع انه بيحقق انجاز في المشاركات الخارجي في المهرجانات. نعم باذن على الله. ضوء هذه المشاركات، على ضوء هذه النتائج، ومن خلال الاعلان المتكرر او الاسم الى المواطن البحريني او المتفرج البحريني، لا راح يحضر. من الاصداء خارجيه يعني راح ترى هذه مو ينجذب. غريبه، سبق ان في فيلم يمكن ابو صالح يمكن مشارك فيه الله يرحمه علي الغرير نعم. وصوروه في المغرب افتكر. طفاش بالضبط. ايوه طفاش. هذه كسر حاجز يعني بشكل رهيب يعني. وللحين نشوفه في اليوتيوب. وللحين موجود يعني، فمو مو صعب يعني، بس يحتاج يعني النتائج هذه اللي راح نحصلها في المشاركات في المهرجانات، هذه راح تعكس على ان الجمهور بيجيك الى مشاهده الفيلم في البحرين. باذن إن الله شاء الله. باذن الله اكيد. هو يمكن بعد حتى لان السينما عندنا ابتدت متاخر في الخليج. صحيح. في تجارب سابقه يمكن كانت من الستينات او السبعينات متقطعه يعني. متقطعه وكانت للحين يعني خلينا نقول كأن السينما توها دخلت علينا. في تجارب، في ناس حاولوا، وهذه نتاج ثمارهم قاعد يطلع الحين ذي الفتره. صحيح. لانهم اجتهدوا ان يعني يلفتون النظر لفن السينما. في الفتره الاخيره طبعا يمكن نتكلم على نهايه التسعينات بدايه الالفيه، ابتدت هناك في مهرجانات تصير، في مثلا مهرجان دبي السينمائي، مهرجان ابو ظبي، حتى البحرين حاولوا كذا مره يسوون مهرجانات سينمائيه، فابتدوا الشباب يحصلون منفذ، ابتدت انه خلاص يهتمون بالسينما. صح. ايضا نتكلم عن المملكه العربيه السعوديه لما فتحت مجال عروض السينمائيه. صحيح. نعم. ايضا الشباب السعودي ما شاء الله عندهم يعني طاقات جميله، فهذه يبتدي يمهد الحين ان احنا نستقطب الجمهور الى السينما، وان شاء الله يعني الفتره القادمه راح تكون فتره سينمائيه باذن الله اكيد. باذن الله طبعا. احنا نحتاج ايمان الجمهور نعم. ونحتاج تشجيعهم علشان نقدر نصنع الاكثر ونسوي اكثر. باذن الله. باذن الله باذن أكيد الله. طبعاً. واحنا اليوم دام تكلمنا عن هذه الاعمال، احنا لازم نتكلم ونجيب طاري خلف الكواليس. نعم. احنا مشاهدينا بنشوف هذا الفيديو عن خلف الكواليس لفيلم ماي وورد ونرجع لكم من جديد. الله والله ذكريات حلوه. الكواليس أمس. دائما فيها ذكريات أي حلوه طبعاً. فيها روح. ترجعكم حي. أجواء. عباس يا حليلهم. وعلى فكره احنا عندنا وايد فنيين رائعين في البحرين، شبابنا نعم. كلهم وايد كلهم. وايد وايد فنيين رائعين. هاي نعم. غدير بعد غدير. من احلى المساعد المخرجين اللي جايين، ومخرجه اصلا غدير. نعم.
ولذلك فريق العمل دائما يكون مهم في كل عمل. أكيد. اذا كان أكيد. متكامل، اذا كانوا طرفات منسجمين الشغل مع بعض، منسجمين مع بعض، راح يظهر العمل بشكل متميز مثل ما ذكرنا. جميل. يعني انا ذكرت خلف الكواليس. نعم. طيب انا بتكلم عن خلف الكواليس والمواقف اللي تصير في خلف الكواليس. يعني استاذ يحيى شنو قال الله يستر. لا لا يعني كفايه ما شاء الله يعطيهم العافيه، يعني الكل اللي كان متواجد كنا نصور في ظروف وايد صعبه، بحيث انه كان الجو كان حر. حر إيه، لا لا، كان فكيف ان شواية. احنا كان بالضبط يعني كيف ان الكل رغم هذه الحر ورغم صعوبه المكان والضيق اللي احنا فيه، لكن ما حسينا بتعب، كنا الكل قاعد يهون على الثاني، الكل تحسين انه قاعد يشتغل بحب من باب فعلاً. الترطيب، لان الجو حار. ايوه هاي إيه. المقالب اللي تصير وهي الشغلات اللي في تصير. مقالب تصير خففون على روحكم. كانت نسمات الهواء. لان الجو مو طبيعي، مو طبيعي. لا بس كان وايد وناسه الصراحه، من احلى اللوكيشنات اللي اشتغلت فيها. لا. غير عن انه هو لوكيشن بحريني بحت. وهذا البيت البيوت. رجعنا الى ايام اي الستينات. بالضبط، لأن اي البيت بالضبط، ما شاء البيوت الله. القديمه ما جاهز زال موجود، ما بالضبط. زال موجود. بالحوش بالغرف موجوده بالسطح. الفيلم الله اصلا فريق يرجع العمل. الناس للماضي. سواء عاشوا ولا ما عاشوا بيرجعهم ان شاء اي الله. لا بيرجع للماضي، بيرجع. لا.